من أبشع الحاجات اللي بنشوفها في حياتنا هو إن الإنسان بيفقد الرحمة وبيفقد الضمير. ما تكون ست لا حول لها ولا قوة، ست كبيرة وغلبانة نازلة عشان تقبض معاشها من البريد. سبحان ربي العظيم، في ناس ولا هم ببشر زينا تسببوا بسبب السرقة في جريمة بشعة. والله حاجة الواحد حاجة تحزن والله يا جماعة. بس قبل ما نبدأ يا ريت يا جماعة نشير المحتوى ده عشان كل ست كبيرة تعرف، وكل إنسان بيسيب أمه أو بيسيب حد كبير عنده يروح يقبض لوحده يفهم ويعرف برضه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ونبدأ عشان وقت حضرتك. القصة أو الجريمة بدأت ست كبيرة. عارفين في نوعيات من الستات اللي هما الكبيرة اللي هي عندها إيه، تقول لك أنا عايزة أقبض من بريد. تيجي انت مثلا لو والدتك او والدك او ايا كان موجود عندك كبير، طب ما الفيزا معاكي، ما نقبض من فيزا او نقبض من مكنه او الكلام ده. يقول لك لا، هي في نوعيات من كده، يعني في نوعيات كبار اللي هم على قدهم، يعني دماغهم على قدهم، وعايزه تقبض مثلا معاشها او معاش جوزها من البريد. كالعاده بتنزل كل اول شهر بتروح البريد وتاخد دورها وتروح تقبض وتروح السوق تجيب الحاجات طبعا وتروح. طبيعي اللي بيحصل معانا يعتبر مع اغلبنا يعني. فللأسف في إنسانة اسمها أم سعيد، ست كبيرة وكانت موظفة وجوزها متوفي، بتروح تقبض معاشها ومعاش جوزها. فالمهم هي نزلت وهي بتحب تنزل على طول تقبض من مكتب بريد، ما بتحبش ولا فيزا ولا الكلام ده كله، ولادها سايبينها يعني ايه هتروح لوحدها. فالمهم جت في مكتب بريد، دخلت طبعا خدت دورها. فطبعا كان الطبيعي اللي هي بيحصل كل مره، اتاري كان في 2 شباب واقفين بره بيأمنوا. طبعا هي دخلت واحده كده برضو مش صغيره، برضو كبيره شويه، يعني في داخله على 40 كده. قعدت تكلمها وخدي دوري وتفضلي يا حاجه ومش هتفضلي والكلمتين دول. فالمهم دخلت وبصت عليها، والتانيه ايه من جايه بصه لقيتها بتقبض مبلغ كبير معاشها بقى ومعاش جوزها باشاره كده معينه. من جايه حصل مديه يعني اشاره للناس اللي بره ان هي دي الفريسه بمعنى اصح، او دي الصيده بتاعتهم. فبالفعل فهي طالعه، بدل ما تطلع ومثلا وتقف شويه وتبص لحواليها في حد بيبص لها في حد بيراقبها، من جايه ماشيه الطبيعي اللي بيحصل كل شهر على طول وراح ايه على السوق من الطريق العمومي. فللاسف جم اللي هو بالعلب مكنه وقاموا جايين شادين. هي كانت مركبه بقى زي طوق جلد في ايديها في الشنطه. فللاسف زحفوها وخدوها، وطبعا زحفت فتره لغايه ما قطعوا الشنطه وخدوها برضو. وجم يبصوا عليها لقوها شكرا واقعه ميته. واتضح انها ميته مش من عشان خاطر اتزحفت، لا هي ميته لان كان عندها القلب، فما استحملتش خضت وقعانها وحد بيسحبها، فماتت من الرعب يعني، لان كان عندها القلب يعني. بس وهي دي من ابشع الجرائم. تعالوا بقى يا جماعه نتكلم ونعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، لان لما الناس دي اتمسكت تعالوا بينا بقى نعرف ايه الموضوع اللي بيحصل، لان الموضوع حصل في كذا بكذا طريقه وبكذا وضعيه وفي كذا محافظه. فعشان كده احنا بنقول تخلي بالكم. بيحصل كالاتي: بيبقى في شباب موجودين او في نوعيات من الرجاله موجودين. المهم بيجي في 2 شباب تلاقيهم قاعدين او 3، 2 أو 3 واقفين كده مأمنين على اللي موجودين كلهم. فبيجي يفضلوا يبصوا، بيبقى في جوه واحده او 2، يعني بيبقى في جوه تبعهم 6 أو 2 ستات موجودين عمالين. واحده بتبص على الفلوس اللي بتتقبض، يعني كل واحده مثلا بتروح عشان تقبض فبيعد لها فلوسها. بيشوفوا واحده بتشوف المبالغ اللي بياخدها الانسانه، هل المبلغ يستاهل. مش هتيجي واحده مثلا بتاخد لها 3-4,000 جنيه يبهدلوا، لا مش هينفع. ما بتشوف واحده مثلا بتاخد 9 بتاخد 10 بتاخد 11، المبلغ اللي هو يستاهل المجازفه يعني. فطبعا بتأمن عليها وبتقول هي دي. فالتانية بتفتح معاها حوار. دي النوعيات بقى اللي بتحصل. لو فتحت معاها حوار وانت اخبارك ايه، طب انا رايحه السوق تيجي معانا، ده احنا رايحين السوق. في نوعيات هبله بتوافق، يعني في الست الكبيره غلبانه على سجيتها تيجي تقول لها وماله، انا رايحه السوق، انا عايزه اجيب فراخ وعايزه اجيب مش عارف سمك وعايزه ابضع يعني. طب احنا تعالى ناخد توك توك، تدفعي انت توك توك؟ لا ندفع كده كده رايحين مع بعض، وهي الدفعه واحده، بدل ما بتدفعي 20 تدفعي 5 جنيه. فالمهم في ناس بتوافق. فمجرد ما تركب التوك توك مع الناس اللي هي الشباب، 2 شباب بيبقوا قاعدين برضو قدام، واحد وقاعد واحد جنبه. فبتيجي مجرد ما يركبوا ويمشوا على طول بايديها على نفسها شكرا نامت. ودي حصلت يا جماعه، الموضوع ده حصل في دمنهور. يعني اللي احنا بنقول عليه ده ان هم فعلا واحده خدروها، وحتى لما صحيت لقت نفسها في حته زي جرن كده او مكان ايه زي معزول. صحيت لقت نفسها مفيش حتى الذهب والحلق اللي كان في ايدها متاخد، مفيش حتى معاها حاجه. وصحيت وراحت وشكرا، لا عرفوا يجيبوا حد ولا عرفوا يجيبوا حاجه. طبعا بقى مع الكاميرات مع الكلام ده
بيبتدي التحريات وبيجوا كده كده بيجي، يعني اللي يقول لك ما فيش حد، لا بيجوا بس بياخدوا شويه وقت. في نوعيات تانية انا بقول لكم على اللي بيحصل يا جماعه عشان كله يخلي باله، من البريد، من البنك، من اي شيء. بيجي راجل كبير غلبان دخل مثلا يجيب فلوس، فبيأمن عليه واحد جوه او واحده، مش شرط، عادي، ومعاهم برضو بتبقى معاها على الموبايل على طول. ده خد مبلغ كبير، انا شفت كام استك كده خدهم او كام باكو كده ايه. فده بيبقى موجود يا اما بتوك توك يا اما بمكنه. واول ما الراجل يمشي بعيد شويه عن البنك عشان خاطر الحرس اللي موجودين، ويبعد شويه يخلي الراجل ماشي نتش على طول منه الشنطه اللي معاه، او نتش على طول منه ايه الحاجه، لان بيبقى هي على طول معاه على مايك، او هو معاه على المايك على طول في التليفون، فمعرفه ايه التفاصيل، حط الحاجات دي فين، وهي او هو مفيش مشكله. بتاع المكنه بيبقى 2، واحد بينتش واحد ايه بيجروا مع بعض. دي نوعيات. فالفكره كلها يا جماعه فكره انك تحرص. انا ليه بتكلم بتفاصيل قوي كده؟ التفاصيل دي هي انك تحرص منها، عشان هنقول هنعمل ايه او هتعملوا ايه يا جماعه. وده يعني كلام ناس مهتمه جدا بالموضوع ده عشان الناس تخلي بالها. اولا نيجي للي هم امهاتنا كبار السن، سواء لابوك او امك والكبار، ازاي يعملوا ايه لو هيروحوا لوحدهم؟ وطبعا ده غلط يا جماعه، رجاء في الله. اي حد عندكم كبير في السن بيروح يقبض معاش ما تسيبوش لوحده يا اخي. لو ملوش حد ياخد جاره معاه، ياخد ابن جاره، بنت جاره، اي حد معاه، ما يروحش لوحده، حرام. المهم لو هو اجبر ان هو يروح لوحده، يعمل ايه بقى؟ اول ما يروح كده يبص الاول في وشوش الناس اللي حواليه، او قبل ما يدخل بريد يبص يلاقي فيه شباب ولا لا. لازم يبص يشوف فيه شباب. لقى فيه شباب وكتير، ولقى كده نوعيات ايه مش متعود عليها او غريبه او بيبانوا، يبقى هو كده عرف ان في حاجه غلط او يخلي باله. ما لقاش فيه شباب او ما لقاش فيه اي حاجه، يبقى خلاص كده هو مطمن شويه. اول ما يدخل وياخد دوره او تاخد دورها، ايا كان بقى الناس الكبار سواء راجل او ست، ما يتكلمش مع حد ما يعرفوش. طالما ما يعرفوش وطالما مش صاحبه او ما يعرفوش، ما يتكلمش، ما يفتحش مع كلام. مثلا واحده تيجي تفتح كلام مع واحده، لا ما اعرفش، لا شكرا، ما مش عايزه كده. ما انت ما تعرفهاش او انت ما تعرفهاش، هتفتحي معاها كلام ليه؟ يبقى انت تاني حاجه ما تفتحيش كلام مع حد ما تعرفوش، خصوصا وانت بتقبضي معاش. تالت حاجه ودي اهم حاجه يا جماعه، خدت فلوسك او خدت فلوسك، الراجل الكبير او الست الكبيره خدت فلوسك، بتروحي ما تطلعيش تمشي على طول. يعني اهدي حوالي 10 دقايق ربع ساعه، اطلعي اقعدي جنب امين الشرطه اللي واقف اللي قاعد بره، هو بيبقى في امين شرطه وعسكري بره، اطلعي اقفي جنبهم كده 10 دقايق ربع ساعه، بصي على اللي حواليكي، في حد باصص لك، في حد بيبص لك، في حد بيأمن عليكي، في حد انت واقفه ما بتعملش طلعي مثلا موبايل اكنك بتشوفي حاجه او بتتكلمي في حاجه، وانت واقفه كده 10 دقايق ربع ساعه، وانت واقفه كده ناحيه امين الشرطه او العسكري اللي واقف، بس في امان. تالت حاجه بقى، وده يعتبر اهم شيء في اللي انا قلته ده كله، وانت مروحه لا تروحي سوق. يعني انت خدتي القبض بتاعك كده على البيت على طول. اولا لا تروحي سوق، ولا تركبي توك توك يكون واقف من التكاتك اللي بتبقى واقفه، ولا الحاجات اللي بتبقى واقفه مستقوعي، لازم تمشي بعيد. تالت حاجه ودي الاهم، ما تمشيش من طريق عمومي نهائي، يعني طريق فيه اسفلت وعمومي وسالك. يعني ايه سالك؟ يعني طريق طويل، ما تديش فرصه لاي حد ينتش منك الشنطه او يوقعك ياخد منك حاجه ويجري. دايما امشي من الشوارع اللي هي مدقات، يعني شارع هتخشي كده لازم تمشي الناحيه دي، لازم تحودي الناحيه دي، ده مستحيل حد يقدر يسرقك فيه، مستحيل. ودايما تمشي في المكان اللي فيه الناس، يبقى انت كده امنتي نفسك. نرجع تاني يا جماعه للستات الكبار اللي بيتفرجوا دلوقتي وبيحاولوا يفهموا. اولا خلاص انت رحتي عشان تقبضي معاشك مكتب البريد، اول حاجه تعمليها تبصي على حواليك تشوفي فيه شباب ولا لا. تاني شيء ما تتكلميش مع حد، لو واحده فتحت معاك حوار قفلي على طول، صدي. تالت حاجه وده الاهم، اخدتي فلوسك تقفي شويه، ما تاخدهاش وتمشي على طول، اكبر غلط. تالت حاجه ما تمشيش من طريق عمومي، ولا تركبي توك توك من التكاتك اللي بتبقى واقفه مستنيه، لا تركبي توك توك، لان التكاتك دي عارفين ان خارجين من بريد قابضين، عارفين ان معاكم فلوس، مش مضمونه. اوعي، هو توك توك راكن قصاد بريد مستني زبون، يا عالم بقى هو التوك توك ده حرامي، يا عالم التوك توك ده نصاب، يا عالم التوك توك ده قتل، فاحنا ما نعرفش. فاوعي تركبي من المواصلات اللي موجوده قدام البريد. تالت حاجه ما تمشيش خالص من طريق عمومي الا لما توصلي المكان الامان اللي هو يعرفوكي فيه المنطقه بتاعتك او كده، اركبي بقى براحتك. او لما تبعدي خالص عن البريد خالص، ان الناس ما تعرفش في حته كده انت مشيتي، ان الناس مش عارفه ان انت جايه من البريد، يبقى انت كده امنتي نفسك بنسبه 90%. وبلاش السوق رجاء يا جماعه في لامهاتنا والستات الكبار، بلاش السوق لما تقبضي. نصيحه من شوف بقولها تاني اهو، بعيد وازيد فيها، بلاش السوق. ما تطمعيش ان انت عايزه يبقى نفسك قبضتي
وتروحي بقى تجيبي ايه الحاجات وانت معاك المبلغ ده. حرام عليك. اللهم بلغت اللهم فاشهد. فرجاء في الله يا جماعه، ودي رساله في الله، ما تخليش امك تروح تقبض لوحدها لو ليك ست كبيره، ما تخليش ابوك يروح يقبض لوحده لو راجل كبير. ولو ليك حد يا اخي لله، جاره مثلا ملهاش حد، ما عندهاش عيال، ما عندهاش حد، على مثلا مسافرين، ما تسيبهاش. انت لو ليكي حد ما تسيبهاش. وانت اصلا كبنت او كست شباب برضو خلي بالك يا جماعه، اللي حصل والله العظيم 3 بتتكرر. يعني الشهر اللي لسه حاصله اتكررت قبل كده من كام شهر برضو، ومحافظات كتير. يعني احنا قلنا في دمنهور، وحصلت في المنصوره، واللي حصلت دي حصلت في الشرقيه، واللي حصلت قبل كده برضو تقريبا في طنطا. كان في برضه واحد كتب برضه من البوستات اللي بتتكتب دي، واحد كان كتب برضه. هو كل الميزه في اللي انا بقوله ده كله يا جماعه، عشان بس ما حدش ايه من الناس اللي هي شمال، الميزه ان كله اتمسك، مفيش حد فلت. يعني كل اللي اتاخد منه الحاجه دي اتمسك. ليه اتمسك؟ الكاميرات موجوده، بتيجي المباحث تمشي ورا الكاميرات. والله لو فين، لو هتمشي وراه لغايه مش لغايه بلد تانية، هيجي مفيش حد سرق حد وما اتمسكش. عشان بس ايه نعرف اللي ايه الناس الشمال او الناس اللي ما بيخافوش ربنا او الناس اللي ما عندهمش رحمه. يا اخي ده راجل كبير، ده واحده كبيره، يا اخي حس على دمك، ست كبيره لا حول لها ولا قوه، تروح يا اخي تقوم جاي شادد منها الشنطه، تتسبب انها تموت وهي عندها القلب. ايه فين الرحمه يا اخي؟ ده انت ما حصلتش حيوان، ده الكلب لو لقى واحد كبير ما يعضوش يا اخي، ده انت حتى ما حصلتش كلب عشان تعمله كده. فين الرحمه؟ فين يا اخي؟ ده كله عشان ايه؟ عشان كام جنيه؟ ايه ده؟ احنا فين هنا يا جدعان؟ المفروض اللي يتمسك زي ده ما يطلعش، والله يطبق عليه اقصى عقوبه، لان هو بيجي على ناس غلابه قوي. حد كبير هيعمل لك ايه؟ او ست كبيره هتعمل ايه؟ ولا بتعرف تتكلم ولا بتعرف، ده بتتنفس بالعافيه. ربنا يا رب يسترها على امهاتنا وعلى ابهاتنا من انا اسف من اللفظ، من الكلاب والانجاس اللي امثال الحراميه اللي من النوع ده اللي ما عندهمش ضمير ده. ويا جماعه يا ريت زي ما قلنا في الاول نشير المحتوى ده محتوى مهم جدا، مهم لكل بيت موجود، مهم لكل اسره موجود، فيا ريت نشيره رجاء في الله. واللي وصل معانا لغايه هنا يا ريت لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس، واشوفكم القصه الجايه او القضيه الجايه، والسلام عليكم.